في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. النهارده باذن الله هناخد جوله كده في التلاجة. كان في واحده من البنوتات طلبت مني: يا كريستينا بتظبطي التلاجة ازاي؟ بتحتفظي بالخضار ازاي، بالفاكهه ازاي؟ عايزين نشوف جوله كده في تلاجتك. بصي، هي تلاجة بسيطه زيها زي اي تلاجة عاديه خالص، ما فيهاش اي حاجه. بس هي كل حكايه هي محتاجه تنظيم مش اكتر. فتعالوا مع بعض بقى نشوف النهارده برتب التلاجة بتاعتي ازاي، وبشتري ايه وبجيب ايه. آه، مبدئيا كده انا هنا حاطه مفرش ميل اللي هي الجلد دي، مخرمه زي ما انتم شايفين كده، عشان توصل تهويه كامله للتلاجة من تحت. هي مش غاليه المفارش ديت، تقريبا كنت شاريه يعني الاربع رفوف، عاملين 2 متر، حوالي ب20 جنيه. يعني حاجه بسيطه ب20 جنيه ظبطت لي التلاجة زي ما انتم شايفين كده. يعني مهندساها شويه يعني. عادي خالص. والطباق ديت اللي انا بحتفظ بيها في الاكل زي ما انتم شايفين كده. الطبق كان ب2 جنيه. جبت 6 اطباق. يعني بتظبط لي شويه الاكل في التلاجة. برتب كل حاجه لوحدها زي ما انتم شايفين كده. يعني هنا مثلا حاطه الطماطم بجيبها وبغسلها، بتبقى بالشكل دوت. الخيار مثلا اهوت، وحاطه وراه شويه الفلفل اللي هو الاخضر. طبعا الحاجات دي كلها بتتجاب من السوق. بديها غسله كويسه ومعتبره كده تمام. وبسيبها لما بتتصفى خالص، وبعد كده بظبطها كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هو بس الفلفل معايا مش كتير هنا، فجايبه منه نص كيلو، يا دوبك بس على قد الاستخدام. ولو عوزت بجيب تاني. والخيار عندي حوالي كيلو، فمش مستاهل ان انا احط املى يعني ايه، اشغل التلاجة علبه وعلبه عشان خاطر كيلو كيلو ونص. تمام كده. دي اول رف. تاني رف بقى معايا هنا حاطه فيه بحط فيه الفواكه. زي ما انتم شايفين كده معايا هنا السفندي، ومعايا البرتقال. بحطه بالشكل دوت. برضو في نفس النظام في اللي هي الحاجات البلاستيك ديت. وبرضو المفرش بتاعتها جلد عشان برضو توصل تهوية للرف اللي بعده. وبجيب البطاطس زي ما انتم شايفين كده، وبغسلها غسلة كويسة قوي، بعمل لها زبونشة مخصوص ليها. آه برضو ببقى مسحة البرتقال والسفندي كويس قوي. لان يعني انتوا عارفين زي ما عندي توماس، يعني بيفتح التلاجة واللي بيقابله في وشه بياخده وبياكل منه. فما ينفعش احط الحاجة وهي ايه، مش مغسولة يعني. فبغسل كل حاجة بحيث ايه، لو حب ياخد اي حاجة بقى اللي يقابله في وشه بياخده، بكون ضامنة برضو النظافة بتاعتها يعني. تمام. ده تاني رف زي ما انتوا شايفين كده. الرف التالت حاطة فيه هنا، جايبة هنا بتنجان. تمام. ده 2 كيلو من البتنجان. بجيبه مثلا للقلية، حاجات زي كده، هعمل مسقعة. حابة اقلي في اي وقت ما فيش مشكلة، برضو بطلع منه، برضو ببقى مسحاه كويس قوي وحطاه في علب تلاجة. ودي العياشة بتاعتي. بحط هنا العيش. آه، دي علبة برضو مخصوصة للعيش، برضو بجيبها. المفروض ان هي بتبقى بره، بس انا اليومين دول حطاهم في التلاجة يعني. لما بيكون عندي كمية عيش كتيرة بسيب مثلا شوية على قد الفطار غدا عشاء بره، والباقي بحطه في التلاجة. ولو زادت كتير قوي بنقله في الديب فريزر، عشان برضو ايه، ما هقدرش عيش كتير. وده كان الرف التالت، وبرضو حاطه فيه المفارش ديت. هنا كنت لسه مسوقه امبارح. استنوا بقى اما اقعد لكم في الارض عشان ايه ناخد راحتنا كده. كده تمام. الرف التالت بقى يا ستي حاطه فيه ايه. هنا كنت جايبه قرنبيط. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو. كده مقطعاه وحايد، يعني حتت صغيره مثلا اهي. مقطعه حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده، وحطاه في كيسه. هعمله برضو غدا في نص الاسبوع. تمام. وهنا برضو كنت جايبه كرومبه، لسه سلقاه كده، وعايزه برضو اعمل محشي. برضو لو حابين اعمل لكم المحشي تاني، قولي لي في التعليقات، اكتبوا لي في التعليقات، وانا لو حابين الطريقه، انا كنت عملته معاكم بكذا طريقه. فلو حابين يعني ممكن، انا لسه هشتغل فيها. لو حابين اكتبوا لي في الكومنتات، وانا مش هشتغل فيها غير لما اشوف الكومنتات بتاعكم. لو لقيت عدد مثلا لايكات كتير، عدد تعليقات كتير، هشتغلها معاكم. ما لقيتش خلاص هشتغلها لوحدي انا بقى. تمام. وجوه كده في ايه، استني كده اشوف. هنا بقى علب. العلبه دي انا مخصصاها للخضار. تمام. بصوا بقى.
يعني انا بجيب الخضار مثلا الشبت البقدونس وحاجات زي كده، بغسلها كويس قوي، وبحطها في مناديل كده، يعني مثلا الشبت هنا، البقدونس تحت كده. تمام. انا مش بغسلهم واحطهم في التلاجة، لا انا يعني بنضفهم لو فيهم اي شوايب اي حاجات مش نظيفه عشان ما تبوظليش بقيه الكميه. وبمسح العلبه، احط مثلا مناديل زي ما انتوا كده شايفين تحت كده. وبقسم على الشبت بقدونس كزبره. وممكن كل طبقه وطبقه بحط مناديل. وكل يومين ثلاثه، يعني لو قعدت معايا مثلا اسبوع في التلاجة ممكن اغير لها مرتين ثلاثه مناديل. لان هي ممكن المناديل تتبل يعني فتبوظ لي بقيه الخضار. فبحفظها بالطريقه ديت اهي، وبغطي عليه. تمام. بس كده، ده كان الرف الاخير من التلاجة. زي ما بقول لكم هنا القرنبيط، آه وهنا ال فزي ما بقول لكم كده، لو حابين ان انا اعمل لكم الكرنب تاني معاكم مفيش مشكله بالنسبه لي. هنا الرف الاخير بقى اللي هو الدرج بقى. هنا محتفظه بيه بالحاجات الزياده عندي، لو ملهاش مكان في التربو بحط فيها المكرونات الشعريه، لسان عصفور، الحاجات اللي هي زي دي يعني. برضو جايبه هنا بطاطس، عايزه برضو ايه، انضفها كويس برضو احطها في الدرج. يعني جبت كميه كبيره فعايزه ايه، احتفظ بيها مثلا في الدرج، هدخلهم معاهم هنا يعني. كده بس التلاجة هنا كده هقفلها بقى. تمام، يعني هي حاجه بسيطه كده وسهله، اي حاجه بسيطه كده بتظبط لي ايه الدنيا زي ما انتوا شايفين معايا كده. تمام. وهنا هنا الفريزر بقى فوق. انا مش بحتفظ بيه بحاجات كتير لان انا عندي الديب فريزر جوه. بحتفظ بيه باي حاجه، يعني دي الحاجات اللي هي ايه، مثلا اللحوم. جوه مثلا بحط الخضار، بحفظ خضار، بحفظ فاكهه، حاجات زي كده. برضو لو حابين اعمل لكم جوله برضو في الديب فريزر اوريكم بخزن فيه ايه من سنه للسنه. برضو مفيش مشكله خالص. هي انا كان عندي سمك، اسمه ايه يا ربي، مش فاكره اسمه. ما علينا، هفتكر اسمه واقول لكم عليه. هنا عندي جمبري. تمام. وهنا ده صبيط. مفيش حاجات كتير حاطاها في الديب فريزر ده. مثلا في فول هنا، بطلع مثلا بكيس زي ما كنت عاملاه معاكم. اهو، ده اللي كنت انا عاملاه معاكم قبل كده. بفرزه برضه بنفس الطريقه كده على قد الاكله، مثلا غدا عشاء اكل شعبي. بطلع من الفريزر ده. السمك البوري نسيه. صيع عليا معلش. تمام. وهنا كان في كيس لبن بقى، يعني ايه، مش بجيب لبن كتير الايام ديت لان احنا صايمين، فبجيب على قد توماس بس. لو هغلي له مثلا كوبايه كل يوم ولا حاجه يشربها. فده كان كيلو، وفي كيلو بره يعني مطلعه بسخن منه. ودي كانت كنافه برضو عندي مفرزاها. مش بتبقى متواجده كتير فبجيب كميه منها. هنا مثلا دي خبيزه، مخزنه خبيزه. ورا كده فيه ليمون. بس يعني الفريزر ده مش شايل حاجات فيه، مش بشيل فيه حاجات كتيره قوي يعني. زي ما بقول لكم الحاجات الكبيره وكده بحطها فين، في الديب فريزر. لو حابين اعمل لكم جوله فيه مفيش مشكله خالص يعني. وده كده بنات الباب بتاع التلاجة زي ما انتم شايفين كده مقسمه ازاي. هنا مثلا بحط البيض. تمام. بحط هنا البيض مثلا. وهنا علب الجبنة. آه، زي ما انتم شايفين كده. آه، دي عشان خاطر توميس طبعا ما عندناش صايمين الايام دي فمش بنجيب جبن كتير. ودي كانت جبنة الشيدر. وهنا كان باقي شاي. وفي هنا مثلا علبة تونة، بطلعها مثلا في الغدا. هنا الأدوية بتاعة توماس بتاعة السخونية لا قدر الله، يعني بعد الشر عنه وعن ولادنا كلنا يا رب. بحتفظ بيها في التلاجة. الحاجات دي بتحتفظ بيها في التلاجة مش بتطلعيها بره. وهنا برضو فيه الحقن وفيه البوس. ودي كانت بقيت عجوة كانت عندي في التلاجة. دي اللي كنت عملت منها اللي هي صوابع المنين. كانت الحتة دي زايدة يعني عندي، فقلت اخليها لو حابة اعمل في اي يوم ما فيش مشكلة برضو. هنا تحت بقى في ايه، ازاز الكاتشب طبعا ما فيش غنى عنها. ساعات بصراحه بعمله في البيت لما بتكون الطماطم رخيصه، ولما مش بتبقى رخيصه بشتري ازاز زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى العسل الاسود، العسل الابيض، وهنا الليمون.
يعني بطلع كام ليمونه كده على القد، ولو احتجت تاني بخرج من اللي بتدي الفلوس، مش بحتفظ بليمون كتير تحت يعني. واخر رف بقى في التلاجة هنا مرق الفراخ. برضو عشان صايمين فمش بستخدم منها كتير، فحطها في التلاجة عشان ما تبوظ. ان شاء الله لما نفطر هبقى اخرجها بقى. برضو علبة السمنة مش بنستخدمها فبحطها جوه في التلاجة. هنا بقى ده جرجير. جرجير واسمه ايه ده، البصل اللي هو الاخضر. لسه ما نضفتهمش، فانا لما بنضفهم برضو بحطهم في علبة زي ما وريكم هنا في التلاجة، في العلب اللي هي بحط فيها مناديل دي. فلما اغسلهم واظبطهم كده هبقى احطهم بقى في العلب زي ما بقول لكم. بس كده، دي كانت جولة بسيطة في التلاجة. بتمنى يا رب تكون عجبتكم، واكون قدرت افيدكم ولو بحاجة صغيرة. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.